يمكن قطاع الاتصالات هو من أهم القطاعات بالبلد، خصوصي إنه هيدا الشيء أساسي بعد كل التكنولوجيا اللي صارت، وبيعتبر المنفذ الوحيد للبناني اللي بخليه يشتغل عليه أو يطمن على أهله المغتربين أو حتى يساعده بقصص كتير مثل ما بنعرف كلنا. بس اللي عم بيصير حاليا شيء كتير صعب وما بقى المواطن يقدر يتحمله. ليش؟ لأنه أسعار بطاقات التشريج ألفا وأمتسي صارت خيالية جدا بعد ارتفاع دولار صيرفة، وهيدا الشيء حيأثر سلبا على كتير ناس. وبحديث خاص مع أحد بائعين بطاقات التشريج ببيروت، أكد للواء أنه نسبة المبيعات بالفترة الأخيرة قلت كتير، والبعض من المواطنين صار يقول لشو شرج بس أيام وبعتمد على انترنت البيت. بس اللي ما بيعرفوا المواطنين أنه حتى انترنت البيت حيصير بالدولار، يعني بنوقع بأزمة بنحلها وبنرجع نوقع بوحدة تانية. أما الجدول المعتمد حالياً من كتير ناس بتبيع بطاقات تشريج فهو كالتالي: بطاقة تشريج 3 دولار فاصلة 79 صارت ب 265 ألف ليرة، أما سعر بطاقة تشريج 4 دولار فاصلة 50 فصارت ب 315 ألف ليرة، وبطاقة تشريج 7 دولار فاصلة 58 صارت ب 530 ألف ليرة، وبطاقة 15 دولار فاصلة 15 حتبلغ مليون و60 ألف ليرة، أما بطاقة تشريج 22.73 صارت مليون و592 ألف ليرة، وسعر بطاقة تشريج 77 دولار فاصلة 28 حتبلغ 5 ملايين و410 ألاف ليرة. الدولار الواحد حيصير أكتر من 80 ألف ليرة، وأيام التشريج لشهر حتصير أكتر من 200 ألف ليرة. هيدا حال المواطن اللبناني، بيخلص من أزمة بيفوت بأزمة تانية.